بصراحة ما عجبنيش تصريح كولر لما اتسأل عن أيمن أشرف. أنا عندي قناعة شخصية، وجهة نظري إن مش دايما المدربين الأجانب بيبقى عندهم رؤية صحيحة وواضحة عن كل اللعيبة المصرية طول الوقت. مارتن يول قبل كده اتسأل على شريف إكرامي وقال لو اتشاطت عليه تلاجة هتدخل، وأنا عندي قناعة إن كان عنده حق. لكن هو نفسه مارتن يول قال تصريح لوليد سليمان شبه اللي قاله أيمن أشرف، اللي قاله لأيمن أشرف إنه ترتيبه الثالث أو الرابع في الأجنحة عنده، ومش معقول يعني مدرب قدام وليد سليمان ويبقى شايف إنه لعيب عادي يعني، والكلام ده وجهة نظر كانت خاطئة تماما. ولولا إن شخصية وليد سليمان شخصية مختلفة يمكن كان حد غيره وقع في السكة وفقدنا وليد سليمان. وليد سليمان خد الرأي بتاع الراجل ده، رأي محفز واستعاد قوته ورجع خلاه يعتذر له قدام الدنيا كلها. لكن انا وجهة نظري في موضوع ايمن اشرف حاجة مختلفة تماما. يا جماعة محمد عبد المنعم قبل كده، وده اكتر حاجة اكبر دليل لازم نحطه قدام عيننا طول الوقت، الادارة الفنية في الاهلي فضلت 3-4 سنين تعيره من الحتة الفلانية توديه الحتة الفلانية توديه الحتة الفلانية، ومحدش فكر لحظة انه يقول الراجل ده كويس وينفع مدافع للنادي، لحد ما جه راجل لا نعرفه ولا يعرفنا شافه وخلاه المدافع الاول للمنتخب. جت بالصدفه لكن هو كان عنده عين، خده للمنتخب ووداه. نرجع لايمن اشرف. ايمن اشرف في الاساس ما هوش ستوبر ولا قلب دفاع. ايمن اشرف باك شمال، يعني بديل لعلي معلول. الجبهه الشمال بتاعتنا فيها مين؟ علي معلول ومحمد اشرف. علي معلول يكاد يكون اللاعب الوحيد في الفرقه كلها اللي ملوش بديل. ومحمد اشرف لاعب كويس لكن لسه ناقصه خبرات كبيره جدا. لما تيجي مباريات كبيره، لو انت هتيجي، انا هسال اي حد بيسمع الفيديو ده، مين بيدافع كويس في الباك الشمال مش في قلب الدفاع؟ ايمن اشرف ولا علي معلول؟ هتلاقي نفسك بمنتهى الاريحيه تقول لا، ايمن اشرف قوي دفاعيا. انا مش ما هوش قوي هجوميا لكن قوي دفاعيا. في مركز ايه؟ نرجع تاني ركز معايا، في مركز الباك الشمال. يعني انا لو عندي نهائي دوري ابطال افريقيا وهلعب الماتش الاولاني في مصر، محتاج على المغمض علي معلول وطياره واعمل كروسات ومية مية. لكن مباراة العودة انا محتاج يكون موجود فيها ايمن اشرف مش علي معلول. وايمن اشرف نرجع تاني فين؟ في مركز الباك الشمال. ايمن اشرف باك شمال، محمد عبد المنعم جنبه بقى ياسر ولا متولي، وايمن اشرف الباك الشمال، ومحمد هاني الباك اليمين. مع فرقه بتهاجمني من على الاطراف وقوه ومش عارف ايه، يبقى انا محتاج ايمن اشرف. المدرب تصريحه ده معناه حاجه من الاثنين، يا انت بتدمر اللاعب ده نهائيا وعايزه يمشي، يا اما انت مش عارف ان الراجل ده كان بيلعب باك شمال ومحدش قالك. لان انت لو عارف مستحيل تكون ما فكرتش مره واحده حتى ان انت تحطه في مركزه الاساسي وتجربه وتديله. مش لازم يلعب قلب دفاع. لما انت بتقول هو ترتيبه الخامس يبقى انت مصمم ان هو قلب دفاع. لا، الراجل ده في حد في سموحه لما عرناه قبل كده طلعت في دماغه زي ما تاكيز جونياس عمل مع بيكهام كده. بيكهام يا جماعه للمره المليار، احمد بيكهام اللي كان بيلعب قصادنا امبارح وعامل ماتش عالمي، ده ما هوش باك وما هوش ستوبر، ده في مركز السوليه ومحدش يعرف الحكايه دي برضه. معنى ان هو حد لعب ايمن اشرف في المكان ده ان هو يفضل مذلول بالمكان ده ويفضل طول عمره محطوط في المكان ده لعب بالصدفه لظروف اضطراريه. لكن هو في قطاع الناشئين باك شمال وطول عمره بيلعب باك شمال. الطبيعي المركز الوحيد اللي عندي مشكله فيه بديل لمعلول هو ايمن اشرف. انا ما بحبش ايمن اشرف قلب دفاع، انا اكتر واحد هاجمته في الدنيا. لكن كان سهل جدا 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 اتكلم بطريقه مختلفه وادي للاعب دافع واجربه انا، ان ما كانش هو يبقى سامي قمصان، سيد عبد الحفيظ، حد يتكلم. لما انا كده بالبلدي كده ذبحت اللاعب ده مستحيل هيدي كوره في الاهلي تاني على الاقل في المركز ده وهيمشي. ممكن الناس تقول عادي ما يمشي يعني بناقص، بس انا مقتنع ان ايمن اشرف لو كان توظف بديل لمعلول في المباريات اللي خارج ارضي او المباريات الكبيره اللي انا محتاج ادافع فيها كان هيبقى مفيد للاهلي بشكل كبير جدا. ومش كل الكلام اللي يعرف يقال. يعني حتى المشهد انك تقول على الملأ ان في ناس كتير احسن منه وهو رقم 5 برضو شفته اسلوب غير لائق وما ينفعش الا لو انت واخد بقى الكارت الاخضر انك انت تقول اللي انت عايزه، دي حكايه تانية. لكن انا بصراحه ما اعرفش متفقين معايا ولا لا،
ما عجبنيش التصريح ده نهائي.